السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناتي وصفة هايلة. النهاردة هنعمل مع بعض لانشون سهل وسريع وكمان اقتصادي. هنعمل لانشون النهاردة بدون فراخ بدون لحمة وكمان بدون زيت. حصر على قناتي أول مرة نعمل اللانشون وبدون زيت، خفيف جدا طعمه وريحته في منتهى الروعة. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو لو أول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اول حاجة معانا في المقادير والقسم الاساسي والمكون الرئيسي للانشون معانا النهاردة وهو البيض. هنضيف 5 بيضات حجم كبير شوية، وهننزل بيهم في شفشق الخلاط او في بالهاند بلندر او في الكبة، اي حاجة متوفرة عندك في البيت. بعد كده هضيف 8 قطع من الجبنة النستو، اي نوع بتفضليه او اي نوع بتستخدميه في البيت. هنزود كمان التوابل بقى، وده المكون التاني في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة في التوابل نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر الناعم. هنزود كمان نص معلقة من الثوم البودرة، وده بيدي ريحة حلوة اوي للانشون. هنزود كمان نص معلقة صغيرة من البصل البودرة. بعد كده هنضيف معلقتين صغيرين من البابريكا، وكمان هنزود معلقة صغيرة من البهارات، اذا كانت بهارات مشكلة او بهارات اللحمة. هزود كمان نص معلقة صغيرة من الحبهان الناعم او البودرة، والمكون ده بقى اللي هيخليها تبقى زي اللانشون بتاع المحلات بالظبط. دول معلقتين صغيرين من بودرة مرق الدجاج، لو عندك مكعبات ممكن تضيفي مكعب، وربع معلقة صغيرة من الملح. مش هنزود ملح عشان المرق بيبقى فيه ملح. واللون بقى طعام احمر صحي طبعا، نجيبه من عند العطار. بنضيف يعني ايه شعرة بس كده، رشة خفيفة جدا على حرف المعلقة. هزود بعد كده 6 معالق كبار هرميين كده زي ما احنا شايفين من الدقيق، يعني المعلقة تكون كبيرة ومليانة كده، تمام جدا. وبعد كده هزود كمان معلقة ونص من النشا. كده التوابل بتاعتنا بقت تمام، وكمان الدقيق والنشا. هنبدأ نضرب المكونات بتاعتنا كلها، مش هنحتاج نضيف اي حاجة تاني، ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجة. كده التوابل بتكون مظبوطة جدا. هنضرب حوالي ضربتين كده، ونشيل بقى بعد كده الغطا، ونحاول نقلب المكونات من الجناب ومن ناحية تحت، عشان لو في اي حاجة متكتلة او ما اختلطتش كويس. زي ما احنا شايفين كده الدقيق بيكون مركون شوية في الجناب او في الزوايا بتاعت الكبة او الخلاط، فلازم ننزله ونقلبه شوية. وبعد كده نبدأ نضرب تاني ضربتين برضو كده لغاية ما المكونات كلها تختلط، وكده بيكون تمام. كده تمام. المقدار بتاعنا خلاص بقى مظبوط. ممكن نزود فلفل حبة او حصى زي ما احنا شايفين كده، عشان يبقى قريب والولاد يحسوا زي بتاعة المحلات. ممكن كمان نزود شرايح من الزيتون الاخضر، قطع صغيرة كده، او كل شريحة نقطعها جزئين وننزل بيهم برضو في الخليط بعد ما بنخلص الضرب. يعني بعد ما بننتهي من الضرب تماما نبدأ نضيف الحاجات ديت ونقلبها بالمعلقة بس، مش هنعمل فيها حاجة اكتر من كده. في الوقت ده انا بكون حاطه حله على النار وفيها ميه ومستنيه عليها انها تغلي. وممكن كمان نعمل او نسوي اللانشون بتاعنا في كوبايات. احنا عملناها قبل كده في كوبايات بتكون مدهونه بالزيت، وبنحط فيها اللانشون وبنرفعها على النار في ميه بارده مش ميه سخنه، وبنغطي عليها ونسيبها كويس لغايه ما تستوي. وفي فيديو قبل كده بالطريقه دي. اما الطريقه دي انا عملته في الاكياس الحراري. الاكياس الحراري بتكون صحيه جدا، احنا بنسوي فيها اللحمه وفي الفراخ والطيور، بندخلها الفرن عادي خالص. الكيس ده بيباع في السوبر ماركت وفي المحلات اللي بتبيع الاوراق، المناديل يعني، والمنتجات بتاعه المطبخ دي.
هتلاقيه متوفر ورخيص جدا. بتجيبي كيس الحراري وبتحطي فيه المقدار بتاع اللانشون بتاعك وبتلفيه رول كده، وبتكون مجهزه طبعا ورق الفويل يكون بره بعيد طبعا عن الماده اللي احنا او الاكل اللي احنا هناكله، عشان مش صحي ان احنا ننزله في الميه السخنه. هنبدأ نلف رول نقفل عليه كويس، نضمن ان المية مش هتدخله وهو بيغلي او هو في قلب المية. نقفل كده، ممكن نعمل لفتين من الورق الفويل او 3. المهم ان احنا نتأكد ان هو مقفول كويس جدا، مفهوش مكان ممكن المية تدخل منه. كده لفناه اهو، لفناه كويس جدا. وبرضو بقفل الجناب، الفها حلو قوي كده زي ما احنا شايفين. وبنروح بقى على النار وبنحاول ان احنا ننزل اللانشون بتاع ده كده، نضغطه بحيث ان هو ينزل جوه في قلب الميه، تكون الميه مغطيه من كل الجناب. لو الاناء بتاعنا اوسع من كده وحسيت ان هو عايم كده على الوش، ممكن ان احنا نقلبه على الناحيه التانية بعد نص ساعه. انا بسيبه ساعه وبطلعه يبرد شويه بره التلاجة، وبعد كده بدخله التلاجة حوالي ساعتين ويبقى معانا بالشكل ده كده. خرجناه وتقطع وبقى في منتهى اللذاذة، بجد هيعجبكم جدا. اقتصادي وموفر وكمان طعمه حلو قوي، واحلى حاجة ان هو ضامنين نظافته وجودته. وكده الفيديو بيكون خلص، اتمنى يكون عجبكم. مع السلامة.